السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين وبأحسن الأحوال. رمضان كريم عليكم مقدما يا بنات. ربي يبلغنا ويبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كلش مشتاقة لكم هواية، واعتذر عن فترة غيابي عنكم يا بنات. تابعوا وياي الفيديو للنهاية حتى تستفادوا من هاي الصلصة الحلوة اللي أسويها. هنا عندي تقريبا 10 كيلوات طماطم فرزتها بالمجمدة قبل هن صحاح، لأن كل ما كنت أجيب الطماطة يعني كيلو ثلاثة تزود من عندها كم وحدة رايجة، أنا أخليها بالمجمدة حتى تصير عندي هالكمية وأطلعها لهيج وقت. هسه الطماطة كلش غالية يا بنات، كيلو تقريبا بألف. وغالية وما تقدرون يعني تشترون شفتة واحدة، فاستفادوا من هالطريقة. ودائما يعني كل ما تزود عندكم طماطة رايجة طماطتين ذبوها بالمجمدة حتى تستفادون، تصير عندكم كمية وتستفادون من عندها مو شرط بشهر رمضان بأي وقت تردون. هنا بعد ما انحلت الطماطم من المي، ومن المي الأصفر هذا خليتها على النار يا بنات، انحلت وذبت المي مالها، وشلت الوغف من عندها أو الرغوة، وبعدين وشلتها من المي، خليتها على النار 10 دقائق، وضفت لها ملح حتى تحافظ على طعمها وما يتغير طعمها. بعد ما 10 دقائق صارت على النار وذبيت لها ملح، طفيت النار حتى تبرد. بردت هسه دا اضربها بالخلاط حتى اصفيها بالمصي واحصل على الصلصة الصافية. هنا صفيتها يا بنات، شوفوا القوام اللي اريده، شوفوا شلون قوام حلو. باعوا عليكم الله شقد يعني منظرها شهي. حصلت على هالكمية الكبيرة من الطماطم. هسه هنا يا بنات جبت هاي الكاسة مكيال حتى أعرف الطبخة اللي أريدها كم كاسة تحتاج من هاي، على مود أفرز بالتشيس، أخلي بالتشيس وأفرزها. شوفوا كل تشيس تقريبا كاستين ونص أني خليت بالتشيس، وطلعت الهواء من التشيس على مود على مود يعني الصلصة تحافظ على طعمها ولا يبقى أي هواء أي هواء بالتشيس. هاي الأكياس كلش ثخينة يا بنات، اشتريت كيلو 3000 دينار، كلش ثخينة وتنفع وما تنزرف بالمجمدة، وحتى لو يعني تبقى فترة طويلة. خلصت الكمية يا بنات، شوفوا حصلت على 8 أكياس كبار تقريبا، كل كيس بكيلو من هاي الصلصة الروعة. جربوا هاي الطريقة يا بنات، كلش تستفادون من عندها. هسه بعد وقت على رمضان إن شاء الله تقدرون يوميا يعني تفريزين 3 ذبون بالمجمدة وحتى تستفادون. وإن شاء الله بعد عندي تفريزات هواية مسويت لكم، إن شاء الله نزلها يوميا تفريزين وتستفادون من عندها إن شاء الله. هنا جبت بصل أخضر، ترى موعده انتهى. فجبت طلعت النعمات ويا الأوراق الخضر ثرمتها حتى استفاد منها بوقت إن شاء الله شهر رمضان. ربي يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. فينفع هذا البصل أفرزه بالمجمدة، ينفع للشربوات، للمحاشي، للكبة، للكباب، للكفتة، للبورك، لأي شيء يفيد. ساعة ما أنت ما عندك بصل تقدرين تستخدمين من هذا البصل تفرزيه. شوفوا بهاي الأكياس اللي بيها طباقة كلش مفيدة، وتطلعين الهواء من عندها وتخليها بالمجمدة ساعة ما تحتاجي تستعمليه. وألف عافية. وهنا هسه راح أفرز وياكم الشبنت يا بنات. هنا جبت 10 باقات شبنت تازة ولونها أخضر كلش، وباقة بربع من باب المعظم. همين يعني راح يخلص ويا السبيناخ تقريبا. واحد يروح من هسه يشتري ويفرز أحسن. راح افتحهن كلهن وشيل الدغل من عندهن والاوساخ يعني اللي بيها، الاوراق يعني غير مرغوبة بيها، واخذ بس الورق واذب العضود. ولو شوفوا الباقات هي نظيفة بس بيها دغل، كلها على هالطريقة انظفها. شوفوا الدغل هذا مثل هيك اوراق يسموها دغل. اواخرها اخذ بس الاوراق مالتها ونظف الكمية كلها. شوفوا بهالطريقة هاي، وافرشها على الصينية على مود اخاف اكو بها اثناء الثرم اي صفارة اي شي على مود اطلعه. هنا غسلته يا بنات وغسل زينة، ونقعته على مود الرمل اللي بيه ينزل شو اسمه يعني يتنظف زين، لان الخضروات اكثر شي بيها رمل. بعدين اجيب كلينس مال المطبخ، شوفوا ووشل المي مالها. اول مرة فرشت 3 4 طبقات بالصينية، وفرشت فوقاها الشبنت، وبعدين من فوق وظل اقلب ونشف بالكلينس مال المطبخ مال هاي اللي تمتص الدهون على مود توشي المي اللي بيها.
أظل أقلب بيها لحد ما الفدنوب ينشف. وبعدين فتحت تقريبا 10 دقائق عليه بنكة على مود ينشف زين، لأن إذا بقى بقطرة مي راح يصير أسود، يعني ما يحافظ على خضاره. بعدين جيت ثرمته بعد ما وشلته فدنوب نشف، يعني ثرمته بهالطريقة هاي كل الكمية. نشوف الخضار اللي بيه خبر طبعا كلش حلو وتازة وجديد، وإن شاء الله أفرز وياكم سبيناغ همين. شوفوا بعد ما ثرمته همين أجيب كلينس مع المطبخ وأظل أنشف على مود أثناء الثرم همين شبنت ذب مي. هسه شوفوا وش الفدنوب وفتحت همين عليه شوية بنكة على مود ينشف. يجي 10 دقائق أو 5 دقائق أجيب من هاي الأكياس اللي بيه طباقات. شوفوا على مود من أطلع الهواء بعد يحافظ على لونه الأخضر ولا يتغير، حتى لو يبقى سنة بالمجمدة يبقى يحافظ على لونه الأخضر وبدون ما أضيف له أي شيء، يعني هو بس غسلته ونشفته وثرمته وخليته بالأكياس. هاي نوعية عندي من التشيز، واكو نوعية الأخرى عندي همين تشيز ثخين بس ما بيه طباقات. بعد ما همين أعبي بيه أطلع الهواء من عنده وعقده زين. هسه شوفوا الكمية كلها كانت 10 باقات. أنا ذبيت العضود، يعني ذبيت الوسخ والعضود من عندها، العضود من عندها. بس تقريبا هسه راح يطلع لي كمية همين تقريبا 7-8 أكياس على قد الطبخة اللي أريدها. كل طبخة ايش قد تحتاج، يعني شبن مثلا 8 باقلة يحتاج تقريبا كيس، يعني لازم نكثر الشبن بال8 باقلة لين يصير كلش طيب بال8 باقلة زين. والتمن مرقة الباقلة مثلا كمية أقل تريد، والمحاشي تقريبا كمية كبيرة تريد. فعلى هالطريقة هاي انتي بعد عينك ميزان تشوفين ايش قد، يعني كل أكل ايش قد تحتاج كمية تعبين بالأكياس. كل الكمية عبيتها بالأكياس يا بنات. شوفوا آخر ذرة بقيت خليتها بكيس، وكلن طلعت الهواء من عندهن طبعا. شوفوا بهالطريقة هاي، شوفوا ولا قطرة هواء بيها الأكياس كلها. تقريبا طلعت لي 7 أكياس، وهذا كيس صغير يعني نص كيس. أكتب عليهم بهذا القلم مال الخط إيش بنت على مود لا أخربط بين بقية الخضروات الخضراء اللي راح أبرزها، مثل سبيناغ مثل سليق زين. فكلهن هسه راح أوديهن للمجمدة وأفرزهن. وسهمكم العافية بنات، جربوا هاي الطريقة إن شاء الله، وجربوا طريقتي وبهاي الأكياس من سنة لسنة تبقى الخضروات محافظة على خضارها. يا بنات إلى اللقاء في فيديو جديد.